السلام عليكم يا جماعة. ده البانيه ان شاء الله بقى. انا يعني ما بحطش على البانيه لا بيض ولا لبن ولا توم، لانه بيقلب بصراحة بريحة سمك كده. اما البيض بحس انه بيزفر ما بستفدش منه حاجة فيه بصراحة. انا بجيب بصلايه، بجيب ليمونتين، بقشر الليمون او ساعات ممكن ما اقشرهوش. بشيل منه بس البذر بتاعه عشان ما يمرر. انا باخدهم الاتنين مع البصلايه، بعملها 4 حتت مع نص كوبايه ميه، وبضربها حلو قوي في الخلاط. اصفيهم واحطهم هنا زي ما انتم شفتهم في طبق بلاستيك كده كبير. بحط حبه كاري، حبه شطه، حبه بابريكا، حبه فلفل اسمر، وشويه ملح. موجود بقى توم باودر، بصل باودر، حطيه. مش موجود خلاص. اهم حاجه الليمون فيه خلاص، يعني هو بيظبط النكهه جدا فيه. بنقعه فيه مده ساعه، ساعتين، 3. اكتر من كده لا، عشان ما يمررش معانا يعني مش هتستفيدوا بيه اكتر من كده، يعني حتى هتحسوا بطعم الفراخ وطعم اللحمه حلو لما ما يشربش التتبيله بطريقه ان هي تفضل 24 ساعه بقى والكلام من ده يعني. وباجي اقليه في منتهى الجمال. لا قشره بتطلع ولا اي حاجه خالص. وهتشوفوا يا جماعه ان شاء الله في الفيديو الجاي هتشوفوا البانيه هصوره لكم. انا قليته خلاص، بس ان شاء الله هنزله في الفيديو الجاي. مقرمش جدا، القشره ما بتطلعش نهائي، وفي منتهى الجمال. وان شاء الله هتجربوه هيطلع حلو، وباذن الله يعجبكم.